السلام عليكم حبايب قلبي تانية ثانوي، يا رب تكونوا بخير وصحة يا شباب. اوعى تتفرج على فيديو الهوم ورك بتاع البريودك تيبل من غير ما تكون اتفرجت على فيديوهات الشرح. فيديوهات الشرح موجودة عندنا على الويب سايت كيمستري سكواد، سايب لك في الديسكريبشن كل حاجة هتحتاجها عشان تشترك معانا. انا وانت هنحل دلوقتي هوم ورك ليسون 1 شابتر 2. احنا بدأنا شابتر 2 خلاص، انجز. احنا خلصنا 50% من المنهج وكمان امتحنا على شابتر 1. نسمي الله كده حبايب قلبي ونصلي على حبيبنا المصطفى، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. وهحل انا وانت باقي الهوم ورك عشان احنا حلينا اول 15 سؤال في الفيديو الاولاني، سايب لك اللينك بتاعه برده في الديسكريبشن. يعني احنا هنبدا دلوقتي من اول سؤال رقم 16، وبيسالني وبيقول لي في سؤال رقم 16 what is the type of the element which contains 2 electrons. عندي 2 الكترونز in the sub level whose value of the quantum number L is 2. واحدة واحدة. مستر مين ال ب2 ده؟ ال ب2 ده يا مستر بيتهيألي هو الدي سب ليفل. متأكد؟ متأكد. أصل ال ب0 يا مستر ده اس، طب والال ب1 ده بي، وال ب2 ده دي، وال ب3 ده اف. قلت لك دول زي اسمك، ما ينفعش حبيب قلب المستر ما تبقاش عارف السب ليفل. حلو. فالراجل بيقول لي ال ب2، فال ب2 دي عرفت ان هي الدي سب ليفل. بيقول لي بقى ان الراجل ده عنده 2 الكترون في الدي، يعني دي 2. بيسألني على النوع، مين الاليمنتس اللي بيكون عندها الكترونز في الدي سب ليفل؟ مستر الاليمنتس اللي بيكون عندها في الدي سب ليفل هم بيكونوا الترانزيشن اليمنتس. جدع. بس انا وانت اتفقنا ان الترانزيشن نوعين، نوع اسمه مين وده اللي بندرسه، ونوع تاني اسمه انر وده ما بنحبوش ورامينه تحت البريودك تيبل. والانر ترانزيشن اليمنت كانت بتاعه الاف بلوك، بس اللي احنا كنا بنركز معاها وبندرسها هم المين ترانزيشن اللي موجودين في الدي بلوك. يبقى اي حد يا مستر هينتهي بالدي فمعنى كده ان الراجل ده يعتبر مين ترانزيشن اليمنت. طب لو انتهى بالاس ريبريزنتيتيف، طب لو انتهى بالبي من 1 لحد 5 ريبريزنتيتيف، طب بي 6 لا يا مستر ده نوبل جاز، طب لو اف يبقى انر ترانزيشن اليمنت. خد بالك من الكلام ده عشان دي الاسئله المهمه. ان حضرتك لو تفتكر في فيديو السمري عملت لك حاجه اسمها اللينكس، وصلت لك كل حاجه ببعض عشان تعرف انا ممكن اسالك على الاليمنت والله واسالك على الجروب، بس اجي اديك جافن مثلا البلوك، او اديك جافن البلوك واسالك على الاليمنت والجروب. يعني نلعب مع بعض يا مستر في الحته بتاعت اللينكس. يلا بينا. The electronic configuration of an element is xenon 6s2 4f14 5d7. طويل قوي ده. This element is an نقط element. برضو بيسألني ويقول لي الاليمنت ده يبقى ايه؟ مين ترانزيشن ولا انر ولا ريبريزنتيتيف ولا نوبل جاز؟ يا مستر البريودك تيبل بيهتم بالنهاية. يعني ايه بالنهايه؟ الراجل ده منتهي بايه؟ الراجل ده منتهي بدي 7. يبقى معنى كده ان حضرتك بتملى في الدي سب ليفل. طب مستر ما ينفعش اكون بملى الاف مثلا؟ قال حبيبي هو الاف بكام؟ 14. يعني ايه الاف 14؟ يعني الاف اتملى. طب الاس بكام؟ الاس ب2، يعني الاس اتملى. مين الوحيد اللي مش مملي؟ الدي بكام؟ ب7. يبقى معنى كده ان الدي في حاله سكسيسيف فيلينج. يعني ايه يا مستر؟ يعني لسه هيفضل يتملي لحد ما يوصل لدي 10، ولما الدي اللي عندك تبقى 10 اروح املى السب ليفل اللي بعده. فمعنى كده مستر طالما ده دي 7 يبقى انا بملى الدي سب ليفل. مين الاليمنتس اللي بتنتهي بالدي؟ مستر اللي بينتهوا بالدي بيتهيألي زي السؤال اللي قبله مين ترانزيشن اليمنتس برضه. ماشي. The opposite figure represent a section in the modern periodic table. حتة من البريودك تيبل. What is the number of representative element والترانزيشن element في this section؟ عايز يعرف عدد الريبريزنتيتيف وعدد مين؟ الترانزيشن. الموضوع ده هيعتمد ان حضرتك عارف ان الريبريزنتيتيف element موجودة في الاس بلوك والبي بلوك، صح؟ وان الترانزيشن موجودة في الدي بلوك والاف بلوك. على حسب بقى هي مين ولا انر مش فارق معايا. بس الفكرة ان حضرتك تكون عارف هي الاس فين والبي فين والدي فين. يا مستر لما جيت وقفت قدامنا كده وقلت لنا ان الاس بلوك هي في الليفت سايد يعني الحتة دي اس، وقلت لنا ان البي بلوك هو في الرايت سايد، وقلت لنا ان الدي بلوك يا مستر ات ذا ميدل في النص. يبقى الحتة اللي في النص يا مستر اللي هي من اول هنا لاول هنا ده اللي هو الجزء ده هو الجزء بتاع مين؟ بتاع الدي. واللي على الشمال يا مستر اس، واللي على اليمين يا مستر بي. حلو. كل الاليمنتس اللي موجوده في الاس والبي ريبريزنتيتيف ما عدا اخر كولم. اخر كولم ده مستر بيكون نوبل جاز. طيب انا عايز النوبل جاز؟ لا انا بسال على ريبريزنتيتيف وترانزيشن، يبقى انا مش عايز ده، مش عايزه في حاجه. مع السلامه. يلا نعد كده يا مستر.
نعد اللي في الدي بلوك. عندك كام اليمنت في الدي بلوك هنا ترانزيشن؟ عندي 1 2 3 4 5 6 لحد ما توصل 10. يبقى احنا عندنا يا مستر الترانزيشن اليمنتس هم 10. طيب عندي كام ريبريزنتيتيف؟ لا نعد مع بعض بقى. هم هنا يا مستر 1 2 كام دول؟ 1 2 3 4 صح؟ يعني مش دول 4 لا دول 5. يبقى 5 في 2 يعني الحته دي فيها 10. انا عملت ايه؟ قلت ان دول 2 صح؟ وهم كام صف؟ 5. فقلت 5 في 2 او عدها بالبلدي 2 4 6 8 10. يبقى دول 10. تعال نعد الريبريزنتيتيف اللي في البي بلوك. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. يبقى انا عندي يا مستر ريبريزنتيتيف هم 21. يبقى ريبريزنتيتيف 21 وترانزيشن 10. يبقى ريبريزنتيتيف 21 وترانزيشن 10. مستر الاجابه برضو ايه؟ ايه الهوم ورك السهل اللي كل اجاباته ايه ده؟ في ايه؟ مش مركز ولا ايه؟ زي الكترونيك كونفيجريشن اوف سيلفر. ايوه العب بقى، العب يا مستر. عايز نكتب الكترونيك كونفيجريشن السيلفر، مش باصص على الاجابات يا ابني، ما ينفعش. انت متعلم يعني ايه؟ يعني توقف الفيديو دلوقتي وتقوم جاي كاتب لي الالكترونيك كونفيجريشن. يلا انت فرود، ما ينفعش تبص. تعالى يا مستر يلا بينا. 47. لما نيجي نوزع ال 47 هختار نوبل جاز اقل منه على طول. ما تفكرني بالنوبل جاز حبيبي. هناك ذره يا مستر، هيليوم، نيون، ارجون، جميل، كريبتون، زينون، رادون. لو تفتكر الهيليوم كان ب2 والمستر كان بيقول لك 8، يعني بزود 8 عشان اعرف النيون بكام 10، و8 كمان عشان اعرف الارجون بكام 18. وبعد كده يا مستر كنا بنزود 18، ف18 و18 يا مستر 36، وواحده كمان 18 عشان خاطرنا يا مستر، فطلعت معانا هنا يا مستر 54 كمان بقى ايه 32. طلعت معانا هنا يا مستر 86. يبقى دول يا مستر هم الارقام بتاعتنا. طب السب ليفل اللي بيجي بعدهم مين؟ كانوا اسات، كانوا كلهم اسات، وكنت ببدا من 2 اس 2 اس 3 اس 4 اس 5 اس 6 5 اس مش 56 5 اس 6 اس و7 اس. يبقى دول الفولويد سب ليفل. يلا نكتب يلا. 47 مين اللي اقل من ال 47 على طول؟ بيتهيألي يا مستر ال 36. يبقى انا هستعمل الكريبتون 36. مين اللي بيجي بعد الكريبتون يا مستر؟ 5 اس. 5 اس كام؟ 5 اس 2. مستر احنا كده معانا كام؟ كده يا مستر معانا 38. باقي كام يا مستر؟ قال لي كده يا مستر باقي معاك 9 الكترون. طب يلا، يبقى هقوم جاي كاتب هنا يا مستر 4 دي 9. مستر ما ينفعش، يعني ما فيش يا مستر 4 دي 9. طب بنعمل ايه؟ بسرق. طب بعملها ازاي دي؟ بسرق الكترون من الاس اوديه على الدي، فتبقى 5 اس 1 و4 دي 10. يبقى يا مستر اوعى تنسى ان انا قلت لك اول ما تشوف الدي 9 اضرب نفسك على ايدك. بتوجعني على فكره كل مره، بس انت حبيبي مش خساره فيك. وتعمل ايه؟ وتقوم جاي اصل تعمل زيي، ما هو مش انا اتوجع وانت ما تتوجعش. يعني لو كتبت دي 9 يبقى اعمل كده برضو. قول لي يا مستر مش هينفع، مفيش دي 9 عندنا في الكيمستري، فبسرق الكترون من الاس واديه الدي. يبقى الاس بقى ب1 والدي بقى بكام؟ ب10. نتاكد ان انت كاتب صح يا مستر. خلاص بقى ده مش موجود. ها اقف مره واد كان مطلع الكالكوليتور وبيراجع ورايا في الحصه في السنتر، زعلت منه جامد. عيب يالا عيب. كلنا بنغلط كده كده، بس في حاجات المستر متاكد منها برضو، ما احنا مش بتوع بليله يعني. دي كام؟ 37 و10 يبقى يا مستر 47. والراجل ده بكام؟ 47. انا عايز اختار واحد بقى شبهه، ف 4 اس 2 4 دي 9. ايه ده مستر؟ دي 9 لا دي 9 غلط، ما ينفعش، الراجل ده بيكتب غلط. 5 اس 1 صح، 4 دي 10 صح، يبقى الاجابه بي صح. دي غلط يا مستر عشان برضو دي 9 وكمان اس 1، يعني هو سرق الكترون بس رماه في الشارع بيتهيألي. هنا 4 اس يا مستر و4 دي، ما ينفعش اصلا الاس والدي يبقى عندهم نفس الرقم، الدي دايما اقل بواحد، ف4 اس معناها 3 دي مش 4 دي. الكلام ده غلط يا مستر. يبقى الاجابه الوحيده اللي صح هي طلعت الاجابه بي. السؤال اللي بعد كده يا حبيب قلبي نمبر 20 بيقول لي an element with atomic number 42 the number of its half field orbital. عدد الاوربيتالز الهاف فيلد اللي موجوده، يعني نص مليانه. طب انا في الموضوع ده محتاج اعمل ايه يا مستر؟ للاسف محتاج تكتب الكترونيك كونفيجريشن، بس اكتبه بقى بالطريقه الجديده، عشان المستر كان قال لنا قبل كده هاف فيلد اوربيتالز او امبيرد الكترون او سنجل الكترون او هايست انرجي، كل ده موجود في السب ليفلز الاخيره، فانت مش محتاج غير السب ليفلز الاخيره. ولما انت بتكتب الالكترونيك كونفيجريشن بطريقه النوبل جاز، المفاجاه ان السب ليفلز اللي بتفضل موجوده عندك هي دي اللي انت محتاجها. يعني مثلا 42 اللي اقل منه على طول زي الاكزامبل اللي فات هو كريبتون 36. مستر الكريبتون بيجي بعده مين؟ الكريبتون بيجي بعده حبيب قلبي 5 اس، والاس بتاخد 2.
كده يا مستر معانا 38. 38 يا مستر ناقص 42 يبقى باقي 4. مين اللي بيجي بعد ال 5 اس يا مستر؟ الدي، بس اقل بواحده، ف 4 دي، فتبقى 4 دي 4. اضرب ايدك، انا مش هضربها تاني وجعتني. فهتسرق الالكترون من هنا توديه الناحيه الثانيه. فبدل ما هي 5 اس 2 هتبقى 5 اس 1. بدل ما هي 4 دي 4 هتبقى 4 دي كام؟ 4 دي 5. في الحاله اللي موجوده قدامك دي انا عايز ارسم اخر سب ليفل يا مستر عشان اشوف عدد الهاف فيلد اوربيتالز. فهرسم الدي. فلما رسمت الدي عنده 5 اوربيتالز وفيهم كام؟ 5 الكترونز. 1 2 3 4 5. حلو، ما تتسرعش وتختار ان الاجابه 5 عشان للاسف هي غلط. ايه ده يا مستر؟ مش انت قلت لي ان على طول الهاف فيلد اوربيتالز بتكون موجوده في اخر سب ليفل؟ صح، ما عدا في حاله الاكسبشن اللي موجود عندك اللي انت بتسرق فيه الكترون. ايه ده ليه يا مستر؟ قال لي عشان انت سرقت الكترون من الاس. الاس قبل لما تسرق منه الالكترون كان اس 2، فكان بالمنظر ده. بس بعد لما سرقت منه الالكترون فبقى اس 1. يعني ايه بقى اس 1 يا مستر؟ يعني بقى نص مليان. يعني الاس كمان يا مستر عنده واحد هنا هاف فيلد. يبقى انا عندي الاوربيتال ده هاف فيلد، وعندي الناحيه الثانيه 1 2 3 4 5 اوربيتالز هاف فيلد. يبقى 1 و5، فالاجابه هتكون 6. يبقى خد بالك عشان السؤال ده هو تريكي شويه، العب معاك شويه حبيب قلبي، وانا لا غيرك. بدل ما انت تروح دايما على اخر سب ليفل، فالمفروض تروح على اخر سب ليفل واللي قبله. ده في حاله الايه؟ الاكسبشن، وانت بتسرق الكترون من الاس. فلما تسرق الكترون من الاس، الاس بقت هاف فيلد، يعني بدل ما هي فيها 2 بقى فيها 1. والدي يا مستر هيبقى فيها 5 فاضيين او 5 هاف فيلد، يبقى توتال 6. السؤال اللي بعده بيقول لي ذا الكترونيك كونفيجريشن اوف بوست نقط ار سيميلر. مين في دول عندهم نفس الالكترونيك كونفيجريشن؟ افكر انا وانت حبيب قلبي لما نيجي نفكر في الكلام ده. مستر مش مديني هنا اتوميك نمبر. لو تفتكر المستر كان قال لك قبل كده وكتب لك في الهوم ورك وعمل معاك 200 حاجه عشان قال لك احفظ اول 20 اليمنت. يعني بعد اذن سعادتك اول 20 واحد تحفظهم، تحفظ الاتوميك نمبرز بتاعتهم، تبقى حافظ ان الصوديوم ب 11 والنيوم ب 10 والصوديوم ب 10 ولا ب 11 قصدي، والام جي ب 12 والام جي ب 12 والنيوم ب 10 والام جي ب 12 والصوديوم ب 11. وتبدا تكتب الالكترونيك كونفيجريشن بتاع سعادتك وتشوف مين في دول هيبقى عندهم نفس الالكترونيك كونفيجريشن، ونبدا مع بعض. يلا مستر الان ايه ب 11 مين نستعمله هنا؟ يعني مين نستعمله؟ اقل منه على طول نيون اللي هو 10. مين اللي بيجي بعد النيون؟ 3 اس 1. يلا يا مستر نعمل الكترونيك كونفيجريشن النيون نفسه. مين اللي اقل من النيون؟ الهيليوم، فهستعمل هيليوم 2. مين اللي بيجي بعده؟ 2 اس 2. كده بقى يا مستر معانا 6 الكترون، يبقى 2 بي كام؟ 2 بي 6. هنا مستر الالكترونيك كونفيجريشن مختلف عن الالكترونيك كونفيجريشن اللي هنا. هنا الصوديوم استعملنا النيون اللي هو ب 10 10 و1 11. النيون استعملنا اللي اقل من 10 على طول اللي هو مين؟ الهيليوم. الهيليوم ب 2، فكان 2 اس 2 و2 بي 6. دول كام الكترون؟ 10. هل الاثنين الكترونيك كونفيجريشن متشابهين؟ لا مستر، عشان الالكترونيك كونفيجريشن يكون متشابه لازم عدد الالكترونز اصلا يكون متساوي. فده عنده 11 وده عنده 10، مستحيل من الاول. طب هنا ان اي 1 بوزيتيف وام جي 2 بوزيتيف، لا انا محتاج اكتب ليه؟ عشان ان اي 1 بوزيتيف معناها ان انا خسرت الكترون، فهم كده ما بقوش 11، هم كده بقوا 10. وام جي 2 بوزيتيف معناها ان هم خسروا 2، يعني ما بقوش 12، ده بقوا 10. بس المستر قال لك عشان تخسر لازم تكتب الالكترونيك كونفيجريشن الطبيعي. فلما اكتب الكترونيك كونفيجريشن الصوديوم العادي هيبقى زي ده: نيون 10 3 اس كام؟ 3 اس 1. عايز بقى نيون او صوديوم 1 بوزيتيف. صوديوم 1 بوزيتيف يا مستر يعني هخسر الالكترون اللي موجود عندي فالنس، مفيش غيره اصلا اللي هو 3 اس 1. فيبقى الالكترونيك كونفيجريشن اللي موجود عندي هو نيون 10 بس، مفيش حاجه تاني. لا هتكتب نيون 10 وسلام عليكم. تعالى على الام جي ابو 12، ما اعرفش اكتب ام جي 2 بوزيتيف، اكتب ام جي عادي. فلما اكتب ام جي عادي اصغر من ال 12 يا مستر على طول النيون ابو 10. مين اللي يجي بعده؟ 3 اس. طب اس كام يا مستر؟ الراجل ده باقي له 2 يبقى 3 اس 2. انا عايز دلوقتي حبيب قلب المستر ام جي 2 بوزيتيف. مستر 2 بوزيتيف هتخسر 2 فين؟ اهم. يبقى الالكترونيك كونفيجريشن اللي باقي عندي يا مستر هو نيون 10. بص كده حبيبي، ام جي 2 بوزيتيف انا بقارنها بالان اي 1 بوزيتيف. الكلام اللي كاتبه هنا المستر ده ملوش لازمه. ليه؟ هو انا غصب عني عشان اخسر المستر قال لي في خطوات: اكتب الكترونيك كونفيجريشن طبيعي، احدد الفالنس الكترون، بعد كده اخسر. فانا كتبت الالكترونيك كونفيجريشن الطبيعي، حددت الفالنس، اخسر يا بومبو. يلا بينا مستر. ان اي 1 بوزيتيف نيون 10.
ام جي 2 بوزيتيف نيون 10 الاثنين عندهم نفس الالكترونيك كونفيجريشن هو صح؟ يبقى بالتالي يا مستر الاجابه الصح هتكون بي. هتجرب مع الام جي بوزيتيف والنيون هتلاقيها ما ظبطتش. خلي بالك ان هي هنا 1 بوزيتيف. يعني ايه 1 بوزيتيف؟ الام جي بكام؟ نيون 3 اس 2 صح؟ هو عايز دلوقتي في الاجابه سي. خد بالك ان انا بحل سي دلوقتي، انا خلاص عرفت ان بي صح. ام جي 1 بوزيتيف. يعني ايه 1 بوزيتيف؟ اخسر الكترون مش 2. طب هو الاس فيه كام؟ فيه 2. لما تخسر منهم واحد يبقى باقي لك في الاس كام؟ يبقى باقي لك في الاس 1. طب لما تكتب الكترونيك كونفيجريشن النيون انا كنت كاتبه هنا اهو. بص كده 2s2 2b 6. هل ده شبه ده؟ لا يا مستر، ده منتهي ب 3s1 وده منتهي ب 2b 6. يبقوا دول مختلفين مش صح. نفس القصه هنا هتلاقيهم برضو ما تشابهوش. اللي بعده يا مستر in the following أو in which of the following compounds the number of electrons of its positive ion equals the number of electron in its negative ion. مين في دول عدد الالكترون في الجزء البوزيتيف بيساوي عدد الالكترونز في الجزء النيجاتيف؟ هنا انت مش محتاج تكتب الكترونيك كونفيجريشن، ممكن تخليك سريع شويه. ليه؟ عشان انا حافظ يا مستر اول 20 element زي ما انت قلت لي، بس الفكره ان انت تطلع الجزء البوزيتيف والجزء النيجاتيف. والمستر كان بيقول لنا كلمه مشهوره جدا. ايه هي الكلمه المشهوره؟ الرقم اللي تحتي ده مش بتاعي، ده تشارج اللي جنبي، فبالتالي هنا السي ال تحتها كام يا دكتور؟ 2. دي مش بتاعت السي ال، دي تشارج الام جي، فبالتالي الام جي هنا 2 بوزيتيف. يبقى الجزء البوزيتيف هو ام جي 2 بوزيتيف. طيب يلا يا مستر، السي ال يا ترى سي ال نيجاتيف كام؟ طب انت ليه؟ مين اللي قال لك ان ده بوزيتيف وده نيجاتيف؟ عشان احنا في الكيمياء بنكتب الجزء البوزيتيف الاول وبعد كده الجزء النيجاتيف. والله يمسيك بالخير يا دكتور لطفي، انت اللي علمتنا الكلام ده. الام جي تحتها كام؟ مفيش تحتها ارقام. ما لا، مفيش تحتها دي رقم اللي هو كام؟ 1. يبقى معنى كده الام جي تحتها 1. يبقى الواحد اللي هو مش مكتوب هنا ده هو اللي تشارج بتاعت مين؟ السي ال. يبقى انا عندي يا مستر سي ال 1 نيجاتيف. يعني ايه 1 نيجاتيف؟ جين 1 الكترون. تعالى بقى نحل واحده واحده. ام جي 2 بوزيتيف. الام جي من شويه عرفنا ان هي بكام؟ ب 12. لما تخسر منها 2 فعدد الالكترونز يبقى كام؟ يبقى 10. يلا يا مستر السي ال بكام؟ السي ال ب 17. هعرفها منين؟ حضرتك حافظها. لما جين واحد بدل ما هم 17 يبقوا 18، فكده عدد الالكترون هنا 10 وهنا 18 مش متساويين. احل تاني عشان اتاكد انا وانت. عايز اكتب ان ايه؟ سي ال. مين البوزيتيف ومين النيجاتيف يا مستر؟ الجزء الاول البوزيتيف والجزء اللي بعده نيجاتيف. يعني معنى كده ان الان ايه بوزيتيف والسي ال نيجاتيف. بس لازم اعرف بوزيتيف كام ونيجاتيف كام. هل في ارقام موجوده تحت؟ لا يا مستر مفيش ارقام موجوده تحت. طيب هنا بقى طالما مفيش ارقام موجوده تحت لازم اعرفها منين بقى مستر؟ قال لي غصب عن سعادتك لازم تبقى عارف واحد في الاثنين ومتاكد منه. ودايما بنبقى عارفين الجزء البوزيتيف على فكره. يعني طالما ما فيش ارقام فوارد تكون 1 و1 وتكنسله، او 2 و2 وتكنسله، او 3 او 3. فانا هعرفها منين؟ لازم تبقى عارف البوزيتيف. فهنا يا مستر انا متاكد ان الصوديوم بيكون ان ايه؟ بوزيتيف، اللي هو بوزيتيف 1. فبالتالي السي ال هيكون 1 نيجاتيف. الصوديوم ب 11 والسي ال ب 17. ده لما يخسر واحد يبقى 10، والسي ال لما يجين واحد يا مستر يبقى 18. نفس القصه اتكررت هنا. مفيش ارقام تحت يا مستر. هعرف الام جي بكام والاو بكام. قال لي حدد الاول مين بوزيتيف ومين نيجاتيف. مستر الام جي بوزيتيف والاو نيجاتيف. طب هعرفها منين يا مستر؟ قال لي حضرتك عارف وانا كررت معاك دلوقتي في الهوم ورك كذا مره ان الام جي بكام؟ ب 2 بوزيتيف. خلاص طالما عرفت واحد اشارته او رقمه التاني بيبقى زيه. يعني الاو هيبقى 2 بس بدل بوزيتيف يبقى نيجاتيف. مستر الام جي بكام؟ الام جي ب 12. طب والاو بكام؟ والاو ب 8. طيب يلا يا مستر 12 لما اخسر منها 2 تبقى 10. ال8 لما جينا عليها 2 تبقى 10. الله يا مستر ده احنا هنا ايه اللي حصل؟ هنا تساوينا. طالما انا وانت تساوينا يعني عدد الالكترونز ذا سيم. هو بيقول لي مين في دول نفس عدد الالكترون، فاللي عندهم نفس عدد الالكترون الجزء البوزيتيف والجزء النيجاتيف هو الام جي. خد بالك ان حضرتك هنا انا معتمد على حاجتين، والحاجتين يعتبروا اولد انفورميشن. ان حضرتك تبقى عارف اصلا الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت، ان انت تكون حافظ اول 20، وان انت يكون عندك باك جراوند الاجزاء البوزيتيف والاجزاء النيجاتيف هي بكام. وانا حاطط لك هنا مشاهير زي الصوديوم والكلورين والاكسجين والمغنيسيوم والسلفايد. احنا مش حاطين ناس نلخبطك. مش حاطط لك مثلا الدايكروميت. الدايكروميت هي اولد انفورميشن بس تتنسي. سي ار 2 او 7 ب 2 نيجاتيف تنساها حقك. بس هنا لا يا مستر ان اي 1 بوزيتيف ام جي 2 بوزيتيف. يبقى دي حاجات لازم تخلي بالك منها حبيب قلب المستر. السؤال اللي بعده what is the choice which represent the location of the element X73
in the modern periodic table. مستر عشان اجيب اللوكيشن محتاج اكتب الكترونيك كونفيجريشن. بس اكيد يا مستر اكتب الالكترونيك كونفيجريشن بطريقه النوبل جاز، يعني انا مش هكتب 73 بطريقه الايه الباكس بتاعتنا. طب يلا يا مستر، مين اللي اقل من 73 على طول؟ انا عندي يا مستر الزينون ب 54 وعندي الرادون ب 86، بالتالي الرادون اكبر، اقرب واحد ليه هو مين؟ الزينون 54. يبقى انا هختار زينون 54. بيجي بعد الزينون لو تفتكر 6s 2 كده، دول يا مستر 56. لا لسه بدري، لسه بدري يا مستر، احنا في 73. بعد كده يا مستر 4f14. مستر 4f14 احنا كده بقى معانا 70 الكترون، باقي كام؟ باقي 3. مين اللي بعد ال 4f؟ 5d. يبقى ال 5d ياخد الباقي، ياخد كام؟ ياخد 3. مستر حضرتك حابب تحدد ايه؟ حابب حدد حاجتين، اللوكيشن يعني عايز البيريود وعايز الجروب. حبيب قلب المستر يلا بينا. مستر البيريود بيتهيألي كنا بنجيبها من اكبر ان موجود عندنا في النهايه، واكبر ان المستر قال لك رايح قلبك دايما روح للاس، عشان كده كده الاس رقمها مظبوط مش هتسوحك. يعني هنا الان ب6، هنا الان ب4، هنا الان ب5. مين اكبر ان؟ 6. يبقى معنى كده ان سعادتك في بيريود رقم 6. تعال نجيب الجروب. عشان اجيب الجروب كنت بجيبها من الفالنس الكترون. طب بعرف الفالنس الكترون منين؟ ببص على نهايه الالكترونيك كونفيجريشن. انت هنا بايه؟ انت هنا بدي، صح؟ يبقى دي يا مستر والاس اللي قبلها، دي والاس اللي قبلها، دي ب3 ودي ب2، يبقى جروب 5 يا مستر. يبقى احنا هنا في جروب 5. معلش يا مستر ابقى 5A ولا 5B؟ قال لي لا حبيب قلبي اوعى تنسى ان احنا في جروب 5B. ليه يا مستر 5B؟ اصل انت انتهيت بدي، فدي معناها ترانزيشن، والترانزيشن بتاخد جروب بي. ماشي، يبقى احنا في جروب 5B وبيريود 6. بيريود 6 بيريود 6. دي غلط ودي غلط. هنا الراجل بيقول لك ان انت في جروب رقم 13 ولا جروب رقم 5. لا يا مستر انا في جروب رقم كام؟ في جروب رقم 5. يبقى الاجابه الصح هتكون الاجابه مين؟ سي. بص ساعات في بعض الاسئله كتاب الوزاره بيعمل كده شويه ميكسات. ايه هي الميكسات؟ ان سعادتك متعود على الجروب ومتعود على حاجه تانية اسمها كولم. متعود ان الجروب بتاعتك لما بتجيبها حضرتك بتعد من اول 1 ل8 يا مستر، يعني مفيش حاجه اسمها جروب رقم 13. المفروض ان اللي بيتعد من 1 ل 18 هم الكولمز، العواميد بتاعتنا. يعني ايه يا مستر؟ الكولمز احنا لما عديناه قلت لك 1 واللي هناك ده 18، لا قلت لك ايه ولا بي ولا سي. بس لما جينا اتكلمنا على الجروبس قلت لك ان في جروب اسمها جروب ايه، وجروب اسمها جروب بي، وجروب اسمها جروب زيرو. والحوار ده بيتحقق بالترانزيشن اليمنتس والريبريزنتيف والنوبل جازز. ممكن في يوم من الايام يجي يسالني على الكولم في البريودك تيبل. الكولم ده بيجي ازاي يا مستر؟ قال لي الكولم بيجي بنفس طريقه الجروب، من الفالنس الكترونز على طول كده يا مستر. يا مستر على طول. يعني الكولم بتاعنا بيجي من مجموع الفالنس الكترون. حضرتك تجمع الفالنس الكترونز على بعض وتقوم جاي مطلع الجروب، من غير بقى ما تقول ان انا بعد من 1 ل8 والقصه دي. انما هنا في حاله الجروب الفالنس الكترونز برضو، بس ساعات يا مستر بيكون في اكسبشن. ايه هو الاكسبشن اللي موجود عندنا؟ الاكسبشن اللي موجود عندنا ان لو العد وصل ل10 و9 و8 فاتفقنا ان دي جروب 8، ولو المجموع طلع ب11 1B، ولو طلع ب12 يا مستر فدي هتكون معانا جروب 2B. يعني يا مستر نهايه الكلام كده، لو انت عايز الجروب الطبيعي اللي احنا درسناه اوريدي في الفيديو بتاعنا بتاع الشرح، بس لو عايز الكولم لا مش هتحول حاجه. يعني هي لو طلعت معاك 8 او 9 او 10 مش هتقول 8، لا هتقول 8 او 9 او 10. ولو طلعت معاك 11 هتقول 11، ولو طلعت معاك 12 هتقول ان ده الكولم ال 12. مفيش هنا ايه وبي، انت بتقول لي رقم الكولم. ماشي طيب. في نفس الوقت يا مستر لو انت في البي بلوك بتزود على الفالنس الكترونز 10، بمعنى ان انت لو طلع مثلا معاك عدد الفالنس 3 زود عليه 10، فيبقى حضرتك في الكولم رقم 13. طب لو الفالنس 4 زود 10، يبقى انت في الكولم رقم 14. يبقى يا مستر الكولم برضو فيه اكسبشن بسيط، ان انا لو طلع عندي في البي بلوك الارقام 3 و4 و5 و6 و7 بجمع عليهم 10 فتتحول وتكون 13 14 15 16 17. يعني جروب 13 دي اللي انت عايز تعرفه منها ان هي مين يا مستر؟ انا عايز اعرف مين 13 دي. انا ما خدتش 13، نقص منها 10. مش المستر لو تفتكر قال لك لما تطلع معاك 11 و12 يبقى شيل 10؟ يعني يا مستر لما اشيل 10 فتبقى جروب 3، يبقى انت قصدك هنا جروب 3
ايه. يبقى خد بالك من القصه دي، لو انت بتتكلم في الجروب يا مستر فده الطبيعي بتاعنا، لو بتتكلم في الكولم ساعات الموضوع يتغير، وساعات كتاب المدرسه ما ياخدش باله هو بيكتب ايه. يعني هو هنا كاتب جروب، فالجروب دي المفروض اكتب A وB وزيرو، المفروض تبقى مظبوطه يا مستر، يعني حاجه تبقى محطوطه صح. يقول لك لا عادي مش مشكله يعني. ايه المشكله؟ حصل ايه؟ جروب 5 مش انت مطلعه 5، اختار 5، ما توجعش دماغنا يا مستر. 5 ايه ولا 5 بي؟ ما ينفعش 5 بس، اختار 5 يا ابني وخلاص يا ابني. ماشي يا مستر. The electronic configuration of ruthenium ion Ru3 positive 44 is معلش يا مستر، عشان اخسر لازم اكتب electronic configuration ال 44 الاول. ف 44 اللي اصغر منها على طول الكريبتون ابو 36. عظيم يا مستر. مين اللي بيجي بعد الكريبتون؟ 5s. 5s كام؟ 5s2. مستر دول كده مع بعض يعتبروا 38. 38 يا مستر. يبقى باقي عندنا هنا لو تفتكر كده يا مستر 6 الكترونز. مين اللي بيجي بعد ال 5 اس؟ 4 دي. يبقى 4 دي كام؟ 4 دي 6. الراجل عايز يخسر كام؟ 3. يعني هو عايز يكتب ار يو 3 بوزيتيف. مستر بنخسر منين؟ من الفالنس الكترون. مين الفالنس؟ الدي والاس اللي قبلها. فانا الفالنس اللي متاحين هنا يا مستر هم 8. بنخسر منين الاول؟ من الاس ولا من الدي؟ مستر على طول بخسر من الاس الاول. خلاص بقى بديهيات، ده انت من لسهم فور يا راجل. يبقى انا بخسر من الاس الاول يا مستر، يبقى هخسر الاثنين دول، بس انا عايز اخسر 3، يبقى اخسر واحد كمان من الدي. يبقى معنى كده الالكترونيك كونفيجريشن اللي باقي عندي كريبتون 36، ورا على طول 4 دي 5. ورا كام؟ 4 دي 5، اللي هو يا مستر يكون الاجابه سي. السؤال اللي بعده بيقول لي which of the following statements represent properly the element which is located in period 3 group 7A. ما حلو اهو، ما انت حلو وكاتب الجروب صح. in the modern periodic table. مين في اللي جاي ده يمثل لسعادتك الاليمنت اللي موجود في البيريود الثالثه جروب 7A؟ يلا يا مستر. form an ion whose charge 1 positive. لا مستر، ما تحول لي بقى الكلام ده لالكترونيك كونفيجريشن عشان افهم يعني ايه. اولا كده يا مستر طالما 7A فايه ده يبقى ريبريزنتيتيف اليمنت يا مستر. خلاص حلو. وايه ده يا مستر؟ يعني يا اس بلوك يا بي بلوك يا مستر. جدع يلا. بس يا مستر الاس بلوك هي ما فيهاش غير 1A و 2A صح؟ يبقى معنى كده ان انا مش اس بلوك يا مستر، يبقى انا بي بلوك يا مستر. حلو. انت بي. طيب مستر انا عايز اوزع الالكترونز. قال لي هو ايه الجروب بتاعتك؟ 7 دي ايه؟ 7 ده مجموع الفالنس الكترون. طب هو انت بتجيب الفالنس الكترونز ازاي لو انت انتهيت ببي؟ البي والاس اللي قبلها صح؟ يعني ايه يا مستر؟ يعني السبعه دي جايه من مجموع الالكترونز بتاعت الاس والبي. طيب كنا بنعمل ايه يا مستر عشان اعرف الاجابه؟ كنت بقول لك ادي الاس حقها الاول، يعني ادي الاس 2. باقي كام من السبعه اللي موجودين عندك؟ 5. يبقى البي بكام؟ البي ب5. حلو قوي يا مستر الكلام ده. طب انهي اس وانهي بي؟ قال لي حبيبي مش بقول لك البيريود الثالثه يعني الان بال3 اكبر ان بال3، يبقى معنى كده الان اللي عند الاس 3 والاس بتتشابه مع البي يبقى 3 بي. طب الالكترونيك كونفيجريشن اللي قبل كده مش فارق معايا يا حبيبي، انا بركز على النهايه. يبقى ازاي يا مستر قدرت تتحول من السؤال ان هو يكون لوكيشن لالكترونيك كونفيجريشن؟ سهله، ببص على الايه او البي. والله لو ايه يبقى يا هنتهي باس يا هنتهي ببي. طب تعرف هتنتهي باس ولا ببي ازاي؟ قال لي انا عارف ان انا عندي 1A و2A دول بتوع الاس، اي حاجه تانية هي بتاعه البي. فدي يا مستر لا هي 1A ولا هي 2A، يبقى انا مش اس بلوك، اكيد انا بي بلوك. حلو. طب وبعدين بسال نفسي هو انا السبعه دي بتيجي منين؟ قال لي بتيجي من مجموع الفالنس. ما هو طالما الالكترونيك كونفيجريشن انتهى ببي يبقى الفالنس في البي والاس اللي قبلها، وبندي الاس حقها الاول تاخد 2، باقي 5 ياخدهم البي. طب وعايز اعرف انهي اس وانهي بي؟ يبقى 3 و3. ولو انت بقى واد جامد قوي تقول لي يا مستر انا عارف كمان ال3 اس ده بيجي بعد مين؟ نوبل جاز. انا عارف ان ال3 اس ده بيجي بعد النيون، فانا كمان اقدر اقول لك ان الراجل ده عدد الالكترونز بتوعه 17 يا مستر. تمام؟ بس انا ما طلبتش منك دي عشان عايز اركز مع النهايه. المهم الراجل ده بيقول لك فورم ان اين هوز تشارج از 1 بوزيتيف. لو تفتكر اصلا انا كنت ممكن اجاوب من غير ما اكتب. ليه؟ عشان المستر قال لي 1A و2A و3A في الفيديو بتاع السمري هم بس اللي بيعملوا لوز. طب ده واحد منهم؟ لا مستر ده 7A. 7A ما بيعملش لوز، ده بيعمل جين. ولو تفتكر البي 5 كنا بنحولها لبي كام؟ لبي 6 يا مستر. فكنا بنعمل هنا عمليه اسمها عمليه جين الكترون. فبالتالي لما تعمل جين لالكترون تتحول من ان انت اكس مثلا لاكس 1 نيجاتيف. ماشي. one of d block element. لا ما هي برضو مش محتاجه ان انا كنت اكتب الكترونيك كونفيجريشن. هو مش في الدي بلوك. ليه يا مستر؟ عشان دي ايه، ولو هو في الدي هتبقى بي. غلط. its valence shell contains 5 electrons. ازاي يا مستر؟
اذا كان هو في جروب 7A. ما هو رقم الجروب هو عدد الفالنس، يعني انا في 7A يبقى رقمي يا مستر 7، يبقى انا الفالنس ب7 مش ب5. غلط. بيقول لك a representative element which is located below fluorine. الراجل ده موجود تحت الفلورين. قال لي بقى هنا كان لازم الالكترونيك كونفيجريشن. عشان تكتب الكترونيك كونفيجريشن الفلورين هتقوم جاي كاتب هيليوم 2. مين اللي يجي بعد كده؟ 2s2 و2b5. حلو. بص يا حبيبي، بص العظمه، بص العظمه. 2b5 صح، وهنا 2b كام ولا 3b5؟ يعني ايه؟ يعني احنا الاثنين يا مستر عندنا نفس الفالنس الكترونز، دول 7 ودول 7، يبقى احنا الاثنين في نفس الجروب، وانا موجود تحته على طول. عرفت منين؟ ما هنا الN ب2، هنا الN ب3، يبقى الفلورين هنا ويجي تحته على طول مين؟ الكلورين. متاكد يا مستر؟ ايوه حبيبي متاكد. شوف الفالنس الكترونز هنا بكام؟ ب7. يبقى معنى كده يا مستر ان الفلورين في جروب 7A، وانا بقول لك ان الراجل ده في 7A، يبقى الاثنين في نفس الجروب. وفعلا يا مستر الفلورين فوق وبيلو. يعني ايه بيلو؟ تحته الكلورين او الاليمنت اللي انا مش عارفه اللي هو الراجل ده. طب ازاي يا مستر؟ بصيت على الN، هنا الN ب2 يبقى الفلورين في الدور الثاني، هنا الN ب3 يبقى الكلورين موجود تحته. يبقى الاجابه دي هي اجابه صح. السؤال اللي بعده بيقول لي strontium SR is located in the 5th period in group 2A in the periodic table. What is the choice which represent its electronic configuration of its ion? Its ion يا مستر مش اتوم. في ايه يا مستر اللي حصل؟ انا بتكلم على الايون، يعني الراجل ده هيعمل لوز او هيعمل جين. انا عارف هو هيعمل ايه. منين؟ من رقم الجروب يا مستر. جروب 1A و2A و3A دول بيعملوا لوز. الراجل ده مستر هيعمل لوز، واقول لك هيعمل لوز ل2 الكترون كمان. حبيبي اتفرج على فيديو السمري، اتفرج عليه هتتبسط. هيعمل لوز لكام؟ ل2 الكترون. ماشي. طب اكتب لي الاول الاسترونتيوم الطبيعي عشان ما بعملش لوز غير لما اكتب. طب هنعمل ايه يا مستر؟ ما انا قايل لك حبيبي مكانه. هو انت دلوقتي بتقول لي ان انت في جروب 2A صح؟ 2A دي ايه يا مستر؟ دي معناها يا اس بلوك يا بي بلوك، وطالما هي جروب 2 يبقى انت اس بلوك يا مستر مش بي بلوك. يبقى الراجل ده هينتهي باس سب ليفل. طب عدد الالكترونز اللي في الاس؟ قال لي الرقم بتاع الجروب. هو رقم الجروب كام؟ 2. يبقى معنى كده ان انا عندي اس 2. طب انهي اس يا مستر؟ ما انا عندي اسات كتير. قال لي شوف البيريد. الراجل بيقول لي ان هو في الفيفث بيريد، يعني بيريد 5 لان ب5. يبقى الرقم اللي قبل الاس هو 5. واسالك واقول لك يا ترى مين هو اللي بيجي هنا؟ مين يا مستر اللي بيتكتب هنا؟ كتبناه كتير النهارده يا مستر، النوبل جاز. كريبتون 36 بيجي بعده مين؟ 5s. حلو. ده كده الاسترونتيوم الطبيعي. هو عايز الاسترونتيوم اين. هو الاسترونتيوم يعمل لوز ولا جين؟ طالما انتهى باس يا مستر يبقى لوز. يبقى الراجل ده هيلوز. فلما هيلوز 2، هيلوز الاثنين كلهم، فهيبقى كريبتون 36. يبقى الالكترونيك كونفيجريشن كريبتون 36 مش موجوده. يعني ايه؟ يعني الاجابات بتاعتي ما فيهاش كريبتون 36. مستر هو انت حليت غلط؟ لا ما حليتش غلط. طب امال ايه اللي حصل؟ قال لي كنت قاعد في الامتحان فبدات اشغل دماغي، قلت افكر، قلت يمكن مثلا هو كاتب الالكترونيك كونفيجريشن بطريقه تانية. المهم ان المفروض دلوقتي ان الاسترونتيوم اللي حضرتك شايفه قدامك عنده كام الكترون؟ 36 اللي هم بتوع الكريبتون. فانا هدور ان حد في دول يبقى ب 36. يمكن الاقي يا مستر ده مستر الارجون 18 و2 ادي كده 20 و10 ادي كده 30 و6 36 يا مستر. يعني ده زي ده يا جدع. والله يعني انا لو جيت قلت لك وزع لي 36 الكترون دلوقتي هتقوم جاي عامل ايه؟ هتقول لي اقل من 36 على طول ارجون 18. يجي بعده 4s2 20 كده. يجي بعده 3d10 ادي كده 30 يا مستر. يجي بعدهم 4b كام؟ 4b6 ادي كده 36. يبقى الفكره ان هو رخم عليك مرتين. هيموت ويوقعك في السؤال ده. يعني قال لك والله انا عايز الاين، فانت ممكن تحل وتكتب الاتوم. تمام. طيب انا مش عايز بقى الاتوم، يعني وتلاقي اجابه الاتوم. يعني الاتوم اجابتها ان انت لو كنت اخترت 5s2 كنت هتلاقيه. لا ده انا عايز الاين. ماشي. طب لما عملت الاين خسرت، فاللي باقي عندي كريبتون 36. مش جايب لك ان هو يبقى مكتوب كريبتون 36 زي ما انت هتطلعها في الورقه. لا ده انا هاخد ال 36 الكترون دول واوزعهم. ما هي دي صح ودي صح. ما هي دي 36 ودي 36. دي عادي ببساطه. بس دي هو رخم. يعني جاب ال 36 وفكهم، قام جاي محولهم لارجون 4s2 3d10 4b6. الاجابتين صح، بس اللي موجوده في الاختيارات هي مين حبيب قلب المستر؟ الاجابه ايه؟ فبالتالي هي دي اللي نختارها. السؤال اللي بعده بيقول لي an element in the period N and group 5B
which of the following represent its electronic configuration of its outermost level. ماشي مش مشكله. 5B بي يا مستر. خلاص بي دي عرفت ان انا هنتهي بدي سب ليفل. دي ولا اف؟ لا الاف ملوش حروف. يعني ايه؟ يعني انا اصلا الاف ملوش دعوه بيا. الترانزيشن بالترانزيشن، بس قلت لك ملوش دعوه بيا، انا بتكلم دايما على الدي بلوك. ماشي. وما بيتعدش واحنا رامينه. طيب مستر يعني ايه 5؟ يعني عدد الفالنس 5. طب هو لو الالكترونيك كونفيجريشن انتهى بالدي، يبقى انا ببص على مين؟ على الدي والاس اللي قبلها. والمستر قال لي ادي حق الاس الاول، فالخمسه دول ادي 2 منهم للاس والباقي للدي، يبقى كام؟ دي 3. طب الفكره مستر انا عايز اعرف هم كام اس وكام دي. قال لي لا حبيبي، انا هنا بقول لك ان البيريود هي رقمها ان. طب ايه يا مستر ان دي؟ يعني هنا دي ان. طب بالنسبه للدي تبقى كام؟ تبقى ان. قال لي لا الدي بقى اقل بواحده. يعني هتكون ان ماينس 1. يعني مثلا لو كان قال لي ان الان دي ب4، فانت كنت هتقول لي يبقى الاس هيتكتب عندها 4 عشان رقم البيريود، وانا مغمض عيني هو رقم مين؟ الاس. والدي يتكتب اقل بواحده يبقى 3 دي. بس هو هنا ما جاش يقول لك ارقام، اداك رموز. فخلاص الرمز يا مستر او البيريود بتتحط عند مين؟ عند الاس. والله انت بتقول ان يبقى الاس هتكون بان، بس الدي اقل بواحده فان ماينس 1. طب لو اف تبقى ان ماينس 2. طب لو بي لا تبقى ان برضو، عشان الاس والبي نفس الرقم. الاس والدي اقل بواحده، الاس والاف الاف اقل باتنين. فانا عندي يا مستر ان اس 2 ان ماينس 1 دي كام؟ دي 3. فانا ان اس 2 لقيت اف في النص. قال لي ما هو انا ممكن يعني، ما انا ساعات بيبقى عندي اس اف دي بي، مش اخر 2 باكس اس اف دي بي صح؟ فممكن الالكترونيك كونفيجريشن يبقى اس اف وينتهي بمين؟ وينتهي بالدي، ويبقى اس اف وينتهي بمين؟ وينتهي بالدي. فده حصل هنا وحصل هنا، فمش مشكله. طيب تعال نبص ونتاكد من الاف. بس خلي بالك عشان تملى الدي لازم الاف تكون مليانه، يعني ب 14. فهنا الاس ب 2 وانا عندي الاس ب 2 صح. كاتب لي الاف بكام؟ ب 14 صح. طب ليه يا مستر الاف بتكون ب 14؟ عشان تعرف تملى الدي. وخد بالك ان هو اخد باله ان الاف بتكون اقل ب 2، فدي كمان صح. بعد كده مستر ان ماينس 1 صح، الدي بيتكتب قبلها ان ماينس 1. بس دي كام؟ دي 5. انا ما عنديش دي 5، انا عندي دي 3. غلط. يبقى ده كان خلاص هيبقى صح، بس حصل مشكله. اللي بعده ان اس 2 صح. ان ماينس 1 اف غلط مستر، الاف اقل ب 2 مش بواحد. ان اس 2 صح. ان ماينس 2 صح، طالما في الاف ان ماينس 2، والاف لازم تكون اتملت عشان اروح للدي فصح. ان ماينس 1 عند الدي صح. ودي 3 ايوه انا بدور على دي 3 صح. طب بص على اخر اجابه، ان اس 2 صح، ان ماينس 2 اف صح، والاف 14 صح، والدي 3 صح بس كاتب قبل الدي ان، والان المفروض تكون ان ماينس 1 فدي كمان غلط. فالوحيده اللي صح يا مين؟ هي الاجابه سي. يبقى عادي يا مستر ان الالكترونيك كونفيجريشن ينتهي بمين؟ بالدي، ويبقى في اف في النص. طب انت ليه ما قلتش كده من الاول؟ عشان وارد يحصل وارد ما يحصلش، بس مش فارق معايا. حتى لما بيكون في اف في النص انا ببص على الاس اللي قبلها، ماليش دعوه، انا بشوف دي واس. حتى لو في اف انا مالي، ما يبقى في اف يا مستر. السؤال اللي بعده يا دكتور، the electronic configuration of the element X end with NS1 N-1 D5. حلو قوي. and its electrons are distributed in 5 principal level. يعني بيقول لك الالكترونز متوزعه في 5 ليفل. يعني الراجل ده اخر انرجي ليفل الكام؟ الخامس. يعني الراجل ده في البيريود الكام؟ الخامسه. ما المستر قال لك الحصه اللي فاتت ان كل ده معناه حاجه واحده، معناه ان الان ب5. والله يا مستر انت عندك 5 برنسبل ليفل، جميل، يبقى الخامس هو الاخير، يبقى انت يا مستر الان بتاعتك ب5، يبقى انت في البيريود رقم 5. فدي انا عايز اقول لك منها ان الان ب5. ماشي. وات از اتس اتوميك نمبر اوف اكس، عايز يجيب الاتوميك نمبر بتاع الاكس. خلاص عادي يا مستر، يعني انت هتتكلم هنا ان انا هشيل الان واحط مكانها 5، يبقى 5 اس كام؟ 5 اس 1. حلو. ان ماينس 1 يعني ايه ان ماينس 1؟ يعني 5 ماينس 1 يبقى 4 دي كام؟ 4 دي 5. الفكره ان انت بقى هنا عشان تعرف الاتوميك نمبر عندك حلين، يا تروح بقى بالطريقه البلدي بتاعت زمان الباكس تكتب الالكترونيك كونفيجريشن من الاول لحد ما توصل لل4 دي، او تبقى عارف ان اللي بيجي قبل ال 5 اس هو مين؟ هو الكريبتون ابو 36. فانت لو عارف ان هو الكريبتون ابو 36 الموضوع معاك يخلص حبيبي. تعالى كده نجمع يا مستر، هنا 37 ولا 37 و5 يبقى 42، يبقى عدد الالكترونز هنا 42. يبقى انت عندك حل من اتنين، يا اما يا مستر تكتب الالكترونيك كونفيجريشن من الاول لحد ما توصل لل 5 اس، او تبقى عارف مين اللي بيجي قبل ال 5 اس على طول اللي هو الكريبتون 36 و1 37 و5 يبقى كام يا مستر؟ يبقى 42 اللي هي الاجابه الاخيره. السؤال اللي بعده
if element X in the periodic table forms two compound XCl3 و X2O3. ماشي. X is located in group كام؟ الراجل ده يبقى في جروب كام؟ ماشي. أولاً الإكس مكتوب في الأول. يعني إيه الإكس مكتوب في الأول؟ يعني الإكس يا مستر إشارته بوزيتيف والسي ال نيجاتيف، فالإكس هنا بوزيتيف والسي ال نيجاتيف. باقي إن أنا أعرف إن هو بوزيتيف كام، وأنا متأكد إن أنا هعرف أجيبها. يلا بينا. الرقم اللي تحتي هو التشارج اللي جنبي، يبقى بالتالي الإكس اللي عندك أو في أول كومباوند إكس 3 بوزيتيف. هنا الرقم اللي تحتي تشارج اللي جنبي، يبقى برضه يا مستر عندي اكس 3 بوزيتيف. يبقى انا في الحالتين عندي اكس 3 بوزيتيف. حلو قوي يا مستر الكلام ده. طيب هل اعرف اكس 3 بوزيتيف ده يبقى مين؟ قال لي ايوه اعرف. مين الراجل اللي ممكن يخسر 3؟ مين يا مستر اللي بيخسر الثلاثه؟ حبيب قلبي انا وانت عارفين ان اللي بيخسر الثلاثه ده هو بيكون لوكيتد ان جروب 3A، او بقى مستر ممكن يبقى بي، بس انا ما عنديش في الاختيارات بي يعني، فخلاص طالما ما عنديش اختياراتي فيها بي خلاص يبقى الموضوع هيكون سهل وبسيط. يبقى انا متاكد ان الراجل ده هيكون موجود في 3A. طب ليه يا مستر؟ عشان انا 1A بتخسر 1، 2A بتخسر 2، 3A بتخسر 3. طب بالنسبه ل 4A لا المستر قال لي ما بتخسرش. طب 5 لا دي بالجين يا مستر. طب 6 برضه بالجين. طب و7 برضه بالجين. يبقى انا يا مستر الاجابه هنا من غير تفكير هتكون 3A. السؤال اللي بعد كده حبيب قلبي بيقول لي a divalent representative element located in B block. located فين؟ في B block ها؟ و a divalent. مستر قال لي في فيديو ريفيجن divalent في البي بلوك، فما فيش تفكير يبقى الراجل ده جين. يعني divalent دي هتكون 2 نيجاتيف. طب امتى افكر يا مستر؟ امتى افكر واحس ان ممكن يبقى في مشكله؟ لو قال trivalent. trivalent في البي بلوك ممكن تحتمل معنيين 3 بوزيتيف و3 نيجاتيف، بس لو قال مونوفيلنت او دايفيلنت ما فيهاش اوبشن، اكيد يا 1 نيجاتيف يا 2 نيجاتيف. فدايفيلنت دي معناها ان الراجل ده 2 نيجاتيف في البي بلوك. حلو. In the periodic table, what is the number of the half filled orbital in the atom of this element? In the atom. طب واحدة، هو أنا ليه بعمل جيننج ل 2 إلكترون؟ بتعمل جيننج ل 2 إلكترون عشان تتحول وتكون بي 6. يعني إيه دايفيلنت؟ يعني الإليمنت لو اسمه إكس فلما يكون إكس 2 نيجاتيف هيبقى مستر بي كام؟ بي 6. طيب أنا عايز إكس، يعني عايز قبل لما البي يعمل جين ل2، مش أنت كده كان عندك بي زودت عليها 2 بقت بي 6، يبقى شيل منها 2 تبقى بي كام؟ تبقى بي 4. يبقى معنى كده ان الراجل ده بي 4. طبعا تبقى وات فيرود لو قلت لي ان الاس اللي قبلها تبقى اس 2، بس انا مش فارق معايا الاس اللي هنا. ماشي. عايز عدد الهاف فيلد اوربيتالز، فهرسم البي اللي هنا 1 2 3 4، يبقى عدد الهاف فيلد اوربيتالز هم 2 اوربيتال. يبقى انا عملت ايه؟ قلت داي فيلنت يبقى 2 نيجاتيف. طب ليه؟ عشان انت في البي بلوك، ففي البي بلوك مونو فيلنت وداي فيلنت معناها 1 نيجاتيف و2 نيجاتيف. حلو. فيبقى اكس 2 نيجاتيف ده بي 6. طب ليه؟ مين اللي قال لك بي 6؟ هو انت بتعمل جيننج ليه؟ عشان تتحول من بي 4 او من بي 5 او من بي 7 لبي من بي 3 كمان، سوري 3 و4 و5 اللي تحول تبقى بي كام؟ بي 6. تمام؟ وقمت جايب ان هي بي 4 وحليت. A trivalent metal ها whose electronic configuration is argon 18. What is the type of this metal? اولا كده مستر trivalent وميتال، فالميتالز بتعمل لوز، يبقى اكس 3 بوزيتيف، الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه ارجون 18. الراجل بيسالني على نوعه. طب نوعه ده ايه؟ انا مش هجيب نوع الاين، انا لازم اجيب نوع الاتوم الاكس العاديه، يبقى ارجون 18. طب يا ترى مين اللي بيجي بعد الارجون 18 يا مستر؟ بيجي بعد الارجون 18 4 اس و 3 دي. طيب انت عايز ايه بقى؟ قال لي انا عايز ارجع اللي انا خسرته. انا خسرت كام؟ 3. مين اللي بياخد حقه الاول؟ الاس. فالاس تاخد حقها فتاخد 2، فدي تاخد كام؟ فدي تاخد 1. يبقى واحده. انت عملت ايه يا مستر؟ عايز تعرف نوعه، فعشان اعرف نوعه ما ينفعش اكون اين. هو بيقول لي تراي فيلنت يعني 3 بوزيتيف، لازم تكون اكس عاديه لا عملت لوز ولا عملت جين. بيقول لي ان 3 بوزيتيف الالكترونيك كونفيجريشن بتاعها ارجون. طيب انا بقى مش عايز ده، انا عايز الطبيعي. فقلت خلاص الارجون بيجي بعده مين؟ 4 اس ومين كمان؟ 3 دي. وقمت جايب الثلاثه الكترون. مين اللي بياخد حقه الاول على طول؟ الاس. فالاس اخد 2، وبعد كده الدي ياخد الباقي، فالدي اخد 1. طب لما انتهي بدي، مين اللي بينتهي بدي يا مستر؟ بيتهيألي اللي بينتهي بدي هو برضو مين ترانزيشن اليمنت، فتبقى الاجابه برضو ايه؟ السؤال اللي بعده حبيب قلبي بيقول لي an element is located in the third period if its atom loses an electron في الثيرد period، يعني ال n بكام؟ ب 3.
خسرت الكترون then its last sublevel become half filled with electron. لما تخسر الكترون السب ليفل بقى half filled with electron. what is the symbol of this element؟ يا ترى السيمبل بتاع الاليمنت ده ايه؟ طيب تعال نجرب. يلا يا مستر نجيب الالومنيوم ونكتب الالكترونيك كونفيجريشن ونخسر منه ونشوف هيبقى ايه اللي حصل. يلا مين اللي استعمله؟ نيون. ها نيون 10 3s2 كده باقي واحده، ف 3 بي كام؟ 3 بي 1. في حاله ان انا عايز الوز الكترون من الالومنيوم فيبقى الومنيوم 1. اخسر منين هنا يا مستر؟ انا هنا اس وبي مش نفس الرقم يعني نفس البعد، بنخسر من البي. تمام؟ هو الطبيعي اصلا ان احنا هنلوز الثلاثه دول ات وانس، بس انت عايز تدلع عليا فعايز تخسر واحد مش الثلاثه، فاخسر واحد من البي. فهيبقى نيون 3s2. طب اما ترسم ال 3s2 ده هل لا 3s مش 3s2 هتلاقيها هاف فيلد؟ لا يا مستر مش هاف فيلد ولا حاجه، ده كومبليتلي فيلد. فمعنى كده في حاله الالومنيوم لما بنخسر الكترون ما بنكونش هاف فيلد، امال بنبقى ايه يا مستر؟ عادي ببقى كومبليتلي فيلد. طيب سيليكون، يلا بينا يا مستر. هكتب الالكترونيك كونفيجريشن نيون 10 3s2 كده 12 3b2. عايز تخسر انت كام الكترون يا مستر؟ عايز اخسر ان الكترون. يعني ايه ان الكترون؟ واحد. فيلا يا مستر السيليكون 1 بوزيتيف هخسره منين؟ هخسره برده من البي اللي هو في الاخر، فهيبقى نيون 3s2 3b1. ارسم البي يا مستر في الكترون واحد، يعني السب ليفل مش هاف فيلد. يعني ايه هاف فيلد؟ يعني يكون في 3. اللي بعده انا هحل الصراحه الاجابه الصح على طول بقى السلفر اللي هو هيكون نيون 10 3s2 3b4. عايز تخسر الكترون يا مستر، يعني عايز كام؟ سلفر 1 بوزيتيف، فهخسر من البي فهيبقى نيون 3s2 محدش جاي جنبها، وال3 بي كام؟ 3 بي 3. ارسم البي يا مستر 1 2 3. يبقى عندي هنا البي بقى هاف فيلد يا مستر. يبقى الاجابه الصح يمين سيليكون. اتاكد ان انت في الثيرد بيريود، هنا الان ب 3 هنا الان ب 3، يبقى انا في الثيرد بيريود عشان ممكن يبقى في اجابتين في الثيرد بيريود. مش في الثيرد بيريود، اجابتين صح. يعني البي تبقى 3 هنا وهنا، بس هنا 4 بي 3 وهنا 3 بي 3. انا عايز اللي ايه؟ اللي في ثالث انرجي ليفل مش الرابع. يبقى الاجابه الصح مين؟ دي. اصلا الطبيعي ان احنا ما بنعملش لوز من البي، عشان كده ما اتكلمتش معاك فيه. احنا دايما لما بنلوز من البي بيكون في حاله حاجات شبه الالومنيوم اللي هي بي 1. في حاله البي 1 احنا بنلوز الثلاثه الكترون ات وانس اللي هم واحد في البي واثنين في الاس، فما بعملش حاجه اسمها 1 بوزيتيف. بس ان كيس ان هو طلب 1 بوزيتيف بخسر من البي. طب ليه مستر مش احنا متعودين بنخسر من الاس؟ ايوه ده في حاله الدي والاس، يعني 4s2 و3d. هنا الاس بتكون ابعد من الدي عشان ده في الرابع وده في الثالث، فانا بخسر من البعيد اللي هو الرابع. طب هنا لا الاثنين 3 و3 فالاثنين في الثالث، فاخسر يا مستر من اللي موجود في الاخر اللي هو ال3 بي. السؤال اللي بعده بيقول لي what are the quantum number of last electron of an element which is located in the force period. يعني ايه force period؟ n ب4. طيب جروب 7A. في جروب 7A يبقى يا اس بلوك يا بي بلوك. ما تقولش بقى اس بلوك بقى، ما هي لو 1 او 2 يبقى اس، يبقى هي مستر بي بلوك. يبقى الالكترونيك كونفيجريشن انتهى ببي، وطالما يا مستر انت 7 فانا ده عدد الفالنس، فلازم احط الاس عشان انا الفالنس في البي والاس اللي قبلها، والاس تاخد حقها الاول تاخد 2 ده ياخد الباقي، يبقى بي كام؟ بي 5. يعني ايه ان في 4 يا مستر؟ يعني الان اللي هتتكتب هنا قبل الاس 4 وهنا كام؟ 4. الراجل بيسالك على اللاست الكترون. اللاست الكترون يكون موجود فين؟ يكون موجود في البي 5. فانا لازم ارسم البي 1 2 3 4 5. اخر واحد بتكتبه بايدك هو ده يا مستر اللي بيتقال عليه ايه؟ اللاست الكترون. فده اللاست الكترون. مستر اعرف اجيب الان والال من غير رسم؟ الان الرقم اللي قبلي اللي هو 4، والال بتاعت البي بواحد، باقي لي الام ال والام اس. مستر الام ال انا ببدا نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1، فالالكترون موجود في الزيرو. ام اس الراجل باصص لتحت يبقى نيجاتيف هاف، يبقى 4 1 0 نيجاتيف هاف 4 1 0 نيجاتيف هاف اللي هي الاجابه ايه. حظنا يعني جت معانا ان هي اول واحده اهي. If the 4 quantum number of the last electron of an atom is 3 2 positive 2 positive half. خلي بالك ان احنا بنكتبهم بالترتيب، يعني ال ام ال ام اس. حلو. Then the probable 4 quantum number of last electron in the representative element which is located at the end of the period are. الراجل بيقول لي لو دول هم الكوانتم نمبرز بتاعت element انا ما اعرفش هو مين،
بس في نفس البيريود بتاعته انا عايز اخر ريبريزنتيتيف اليمنت. اخر ريبريزنتيتيف اليمنت اللي هو بيكون موجود في جروب 7A، عشان جروب 0 دي نوبل جاز، يبقى هو عايز بقى اللي موجود فين؟ في 7A. طيب انا الاول لازم احول الكلام اللي قدامي ده الالكترونيك كونفيجريشن. ازاي يا مستر؟ الراجل بيقول لك ان ب 3 صح؟ والال ب 2. ال ب 2 دي يا مستر مين؟ السب ليفل دي. طيب الراجل بيتكلم ان انت عندك الكترون في البوزيتيف 2 والبوزيتيف هاف ان هو باصص لفوق. قال لي يبقى لازم ترسم يا مستر، لازم ترسم طالما ام ال بقى لازم نرسم اهو. انا ببدا نيجاتيف 2 نيجاتيف 1 0 بوزيتيف 1 بوزيتيف 2. بيقول لي عندي الكترون في البوزيتيف 2 هنا وباصص لفوق، فعشان توصل لهنا لازم تكون بدات تملى من الاول، يعني تقول 1 2 3 4 5، وطالما هو باصص لفوق مظبوط مش هحط حد باصص لتحت عشان قال لي ان ده الاخير. يبقى الدي اللي عندي بكام؟ الدي اللي عندي ب 5 يا مستر. حلو، يبقى انا دي 5. بس المشكله بقى في اللي جاي، خد بالك بقى ان انا بقول لك ان الراجل ده الان بكام؟ ب 3. يعني انت فين؟ في ال 3 دي. طيب حلو حلو ماشي جميل. انا بقى يا مستر عايز الفور كوانتم نمبر بتاعت نفس الالكترون اللي في الاخر. قال لي طب خد بالك بقى، خد بالك عشان هتكلم على نفس البيريود. ها هنا البيريود بكام؟ اللي هيقول لي البيريود ب 3، همسك الكرسي اللي قدامي ده واحدفه على الكاميرا واخلص من الليله دي. طب ليه يا مستر ما انت كاتب 3 عند الدي؟ حبيبي هي الدي رقمها مظبوط ولا اقل برقم؟ لا اقل برقم. فالمستر قال لك ابقى بص على الاس. يعني ايه؟ يعني انا والله يا مستر انا ماليش دعوه ان الدي ب 3، الدي ب 3 فالدي احنا بنبقى منقصين واحد يا مستر. يعني معنى كده يا مستر ان انا اصلا الان ب 4 مش الان ب 3. يعني طالما انا بتكلم على دي فالدي اقل بواحده، فانا كده يا مستر في انهي بيريود؟ في البيريود رقم 4. لو انت ما تعرفش ارجع بالذاكره للفيرست ترانزيشن سيريس. هو الفيرست ترانزيشن سيريس مين اللي بيتملي فيها؟ 3 دي. يا مستر صح، وال3 دي او الفيرست ترانزيشن سيريس موجوده في البيريود رقم 4، عشان احنا كنا بنقول ان الدي اقل بكام؟ بواحده. يبقى انا هنا في البيريود رقم 4. حلو، انت عايز ايه بقى؟ انا عايز الفور كوانتم نمبرز بتاعت اخر الكترون موجود في اخر البيريود بتاعتي اللي هو في جروب كام؟ في جروب 7A. طب ليه 7A؟ ما هو قال لك انا عايز اخر ريبريزنتيتيف اليمنت، في اخر ريبريزنتيتيف اليمنت في البي بلوك هو في 7A. حلو، طب تعرف تجيب لي كده الالكترونيك كونفيجريشن؟ اكيد يا مستر. يعني انا الان ب 4 لسه عاملينها كتير، يبقى بي والاس اللي قبلها، بس اوعى تنسى ان الاس تاخد حقها الاول، يبقى البي ب 5. مستر طالما الان ب 4 يبقى الاس ب 4 وكمان البي هتكون ب 4. مين اللي بيجي يا مستر قبل كده؟ قال لي لا انا مش فارق معايا مين اللي يجي قبل كده. ليه؟ قال لي انا عايز هنا الالكترونيك كونفيجريشن، مش الالكترونيك كونفيجريشن، عايز الفور كوانتم نمبر بتاعت اخر الكترون اللي هو البي 5 ده. اعرف اجيبهم طبعا. تعمل ايه؟ هرسم البي اهو 1 2 3 4 5 يا مستر. انا عايز الفور كوانتم نمبر بتاعت اخر واحد، واخر واحد في اخر سب ليفل، مش محتاج حاجه. واوعى تنسى ان الفور اس والفور بي في ما بينهم اليمنت او سب ليفل اسمه 3 دي، وعشان تملى البي يبقى لازم كان 3 دي 10. ماشي، هات الان والال والام ال والام اس. ان يا مستر انا الان ب 4 والال بتاعت البي ب1، ام ال يبقى لازم نكتب الراجل موجود في الزيرو، باصص لتحت يبقى نيجاتيف هاف، يبقى 4 1 0 نيجاتيف هاف. ده برضو مظبوطه، ده الاجابه ايه برضو؟ مش عارف مالها حنينه معانا كده ليه. السؤال اللي بعد كده يا حبيب قلبي بيقول لي the electrons of the atom of a representative element occupies 3 principal level. استنى، يعني ايه occupies 3 principal level دي يا مستر؟ معناها يا حبيب قلبي ان الان ب 3. لا 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 مش بس كده، هو يعني occupies 3 principal level يعني الراجل ده عنده كام ليفل؟ 3. مش بس كده، ده اخر واحد هو الثالث، والان ب 3، والراجل ده في البيريود رقم 3. دي كلها بعرفها من الان ب 3، او ان هو يقول لي ان هم 3 برنسبل ليفل. كمل كده معايا، وبيقول لي and the last sub level، واخر سب ليفل. حلو، اخر سب ليفل موجود contains number of electrons double their number of the first principal level. What is the atomic number of this element؟ هنا الراجل بيقول لك ان اخر سب ليفل موجود عندي موجود فيه عدد من الالكترونز دبل عدد الالكترونز اللي موجوده في الفيرست برنسبل ليفل، اول برنسبل ليفل. طب معلش، هو اول برنسبل ليفل الانرجي ليفل الاولاني يعني يا مستر بيتملي بكام؟ ب2. هو بقى بيقول لك اخر سب ليفل موجود عندنا عدد الالكترونز اللي فيه دبل ده. يعني السب ليفل قول ان هو اسمه اكس، اكس ده يبقى اس يا بي يا دي يا اف، وهقول لك هنعرف ازاي دلوقتي. بس المهم ان السب ليفل ده هيكون فيه دبل ال2، دبل ال2 يبقى كام؟ 4. استنى،
اعرف منين يا مستر هو اس ولا بي ولا دي ولا اف؟ ما انا هقول لك نوع الاليمنت، ما انا بقول لك ان الاليمنت بتاعك ايه؟ ريبريزنتيف، فريبريزنتيف يبقى انا هستبعد الدي والاف، يبقى اس يبقى بي. طيب معلش يا مستر، هل الاس ينفع يشيل 4 الكترونز؟ لا ما ينفعش. يبقى معنى كده اكيد يا مستر ان السب ليفل بتاعنا هو بي سب ليفل. يبقى كده انا عرفت ان الاليمنت بتاعي الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه بينتهي ببي سب ليفل. مش بس كده، ده انا كمان عارف ان البي فيه كام الكترون؟ فيه 4. طيب انا عايز اعرف هو بي كام، يعني انا عايز اكتب الكترونيك كونفيجريشن. ما انا بقول لك ان الان ب 3 صح. عندي سؤال مستر، دايما لما بنكتب البي بنكتب الاس قبلها، مش مشكله يعني. طيب بس هو كده كده رقم الاس ورقم البي متساوي، فانا مش محتاج اكتب الاس اللي قبلها، انا عارف ان هي هتكون 3 بي يا مستر، وفي نفس الوقت هتكون 3 اس. سؤالي ليك، هل في حاجه ما بين ال 3 اس وال 3 بي؟ قال لي تجرب. يعني ايه تجرب؟ تجرب الدي والاف، وابدا بالدي، شيل كده واحد هتبقى 2 دي، في 2 دي مفيش 2 دي، يبقى مفيش حاجه موجوده هنا يا مستر. يبقى فعلا ال 3 اس بيجي وراها 3 بي على طول، او لو انت بتحل كيمستري كتير هتبقى عارف ان ال 3 اس لازق فيها 3 بي، وال 3 اس تتملي بكام؟ تتملي ب 2 الكترونز. طيب مستر مين اللي بيجي قبل ال 3 اس؟ يا تكتب من الاول لحد ما توصل، يا تبقى عارف ان هو نيون 10. فانا لو عارف ان هو نيون 10 يا مستر، خلاص كده انا كتبت الالكترونيك كونفيجريشن. يبقى الالكترونيك كونفيجريشن انتهى ب 3 بي 4، وعندي 3 اس فيها 2، ادي كده 6 6 و10 16 يا مستر. يبقى الاجابه هتكون الاجابه ايه. السؤال اللي بعده بيقول لي if the electronic configuration of an element atom is xenon 6s2 5d1 4f كام يا مستر؟ 4f7. which of the following choices represent the distribution of the electrons in the principal levels؟ عايز اجيب توزيعة الالكترونز في البرنسبال ليفلز، اللي هم كام بقى يا مستر؟ اللي هم 6. عرفت منين؟ قال لي تعال نبص، انا الان هنا بكام؟ اكبر ان هتقابلك 6، يبقى معنى كده ان الراجل ده عنده 6 انرجي ليفل، 1 2 3 4 5 6. طب بقى مستر احنا محتاجين نقف، وانا عايز اعرف كل واحد في دول فيه كام الكترون. عشان اعرف الموضوع ده انصحك انك تكتب الالكترونيك كونفيجريشن من غير النوبل جاز، يعني تكتبه من الاول لحد ما توصل للي هو كاتبه اللي هو 6 اس. فانا هبدا من الاول 1 اس 2 2 اس 2 2 بي 6 3 اس 2 3 بي 6 4 اس 2 3 دي 10 4 بي 6 5 اس 2 4 دي 10 5 بي 6. بعد كده يا مستر عندي الحته اللي موجوده هنا اللي هي 6 اس 2 و5 دي 1 و4 اف. خلاص يعني هو بعد ال 5 بي 6 اس. حلو. طيب ليه بقى مستر؟ قال لي عشان انا عايز اعرف كل انرجي ليفل فيه كام الكترون. فبنجيبها ازاي؟ ببص على الالكترونيك كونفيجريشن. مش ده اول انرجي ليفل؟ يعني الان بتاعته بكام؟ الان بتاعته بواحد، وهنا يا مستر الان باتنين، وهنا الان بتلاته، وهنا الان باربعه، وهنا الان بخمسه، وهنا الان حبيب قلبي 6. يلا بنزل على الالكترونيك كونفيجريشن واشوف اي حد الان بواحد اللي هو ما عنديش غير ده اللي هو 1 اس 2 في كام الكترون؟ 2. يبقى معنى كده ان الراجل ده فيه 2. باي باي. اللي بعده يا مستر الان ب 2، فاي حد عنده ان ب 2 بجمع الالكترونز بتاعته، ده ب 2 وده ب 2. حلو. يلا يا مستر هنا عنده كام الكترون؟ 2 وده عنده 6، يبقى دول على بعض ب 8. انا هنا ان ب 3، اي حد ب 3 هاخده معايا. الراجل ده ب 3 يا مستر ب 2 وده ب 3، يبقى 6 و2 8 وده ب 3. ادي كده يا مستر عندنا 18 الكترون، يبقى هنا في 18. بعد كده 4، اي حد 4 هاخده معايا. هنا 4 اس معايا، 4 بي معايا، 4 دي معايا، وفي حبيب قلبي فوق هنا 4 اف برضو يا مستر معايا. واحده واحده عليا كده. الاس فيها 2 والبي فيها 6 8 والدي 10 18 يا مستر 18، والراجل ده ب7 18 و7 25 يا مستر. وامسحهم امسحهم عشان ايه ما تتلخبطش. خلاص انا خلصت دول خلصت دول. اللي بعده ان ب 5. يلا بينا 5 اس 2 يبقى الراجل ده معايا ادي 2، 5 بي 6 ادي كده 8، و5 دي كام؟ و5 دي 1 ادي كده 9. يبقى معانا هنا يا مستر 9. مع السلامه باي باي. مع السلامه حبيب قلبي. اخر حاجه عندي السادس، مفيش غير 6 اس، فاس فيها كام؟ فالاس فيها 2. يبقى توزيعة الالكترونيك كونفيجريشن بس في البرنسبال ليفل 2 8 18 25 9 2. واوعى تحاول وتفكر ان انت توزعها بايدك ولوحدك عشان مش هتعرف. وانت بيبي صغنطوط في اعدادي
كنت بقول لك 2 8 18 وهكذا. الموضوع اختلف. توزيعة الالكترونز في الانرجي ليفل ما تعرفش تجيبها غير لو معاك توزيعتها في السب ليفل. يعني لو معاكش اف بو مش هتعرف تجيب دي مظبوطه. فلازم يبقى معايا اف بو يا مستر عشان اخد من هنا الالكترونز اوزعهم في الانرجي ليفل. زي ما انت شايف ده مش مليان وده مش مليان وده مش مليان. انت بتوزعهم ازاي يا مستر؟ انا بوزعهم على حسب ده هو اللي بيوصلني لده. يبقى معنى كده ان انا عندي 2 8 18 25 9 2 اللي هي الاجابه سي. السؤال اللي بعد كده ايوه اهو. The following figure represent a section يعني حته في البريودك تيبل. Conclude the difference between the atomic number of the two elements U و T. بيتكلم على الاليمنت اللي اسمه T وعلى الاليمنت اللي اسمه U. عايز يجيب الفرق في الاتوميك نمبرز بتاعتهم. طب انا اعرفها منين يا مستر؟ قال لي لازم تبقى عارف اماكنهم عشان تجيب الاتوميك نمبر بتاعتهم. فواحد قال لي خلاص يا مستر دي البيريود الاولى الثانيه الثالثه. قلت له اتضحك عليك. يعني ايه اتضحك عليك؟ يعني ايه سيكشن يا مستر؟ يعني بناخد حته، فالحته دي مش لازم اخدها من فوق مظبوطه ولا من تحت مظبوطه، بس اللي انت اخد بالك منه دي مش ده الدي. ايوه يا مستر الدي. السؤال هنا الدي بيبدا من ان بكام؟ يعني الدي هو الريفرنس بتاعك. شوف بدايه الدي عشان تعرف انت في ان كام. مستر ده الدي وده بدايته، والدي بيبدا من ان 4، يبقى اللي فوقها ان 3 واللي فوقها ان كام 2 واللي تحتها ان 5 واللي تحتها ان 6. يبقى مستر لو انت كنت مفكر ان دي واحد كنت هتبقى غلطان. ليه؟ عشان كنت هتقول 1 2 3. طب هل الترانزيشن او الدي بلوك بيبدا من 3 ولا 4؟ لا بيبدا من 4. حلو. يبقى انا عرفت ان التي موجود فين؟ في الفور. وده يا مستر انا عارف ان هو اس بلوك وده دي بلوك وده اف بلوك ولا بي بلوك قصدي. وعارف ان ده 1 اي وعارف ان ده 2 اي. يلا بينا. يعني ايه يا مستر 2 اي؟ يعني معنى كده ان الراجل ده الالكترونيك كونفيجريشن بتاعه بينتهي باس 2. عرفت منين يا مستر؟ ما هو اس بلوك 1 اي يعني اس 1، اس 2 يعني 2 اي. خلاص. طب انت في انهي؟ انا مستر في 4، يبقى انت بتنتهي 4 اس 2. مستر مين اللي يجي قبل كده؟ اللي يجي قبل كده ارجون 18. كده حضرتك جبت الاتوميك نمبر بتاع ده 20. العب يا دكتور اللي بعده. عايز اليو يا مستر. هعرف اجيب اليو؟ قال لي تعرف حبيبي تجيب اليو، بس حضرتك لازم تفتكر الجروبس بتاعتنا. لازم تبقى فاكر ان احنا قلنا ان الدي بلوك بيبدا 3 بي عشان بنقول 1 2 3. بعد كده يا مستر 4 بي 5 بي 6 بي واخر حاجه هنا 7 بي. طب انت وقفت ليه؟ ما الراجل بتاعي في 7 بي. حلو. يعني ايه يا مستر 7 بي؟ قال لي واحده واحده. طالما انت في الدي بلوك يبقى انت كده بتنتهي بدي. طيب مستر مش انت كده 7 بي؟ يعني ايه 7 بي؟ ده عدد الفالنس، والفالنس لو انت منتهي بدي في الدي في الاس واللي قبلها، الدي والاس اللي قبلها، الاس تاخد حقها تاخد 2، الباقي يروح للدي، فالدي باقي له 5. يبقى انا في جروب كام؟ انا في جروب 7 بي. 7 دي معناها ايه؟ الفالنس في الدي والاس اللي قبلها، فالاس تاخد 2 الدي تاخد الباقي اللي هم 5. طب معلش انا محتاج اعرف الان بكام؟ ما انت اهو مش الان بتاعتك ب5. خلاص. مين اللي ياخد الان مظبوط يا مستر؟ الاس. يبقى انا عندي 5 اس والدي تاخد اقل بواحده 4 دي. طب يلا يا مستر مين اللي يجي قبل ال5 اس؟ كريبتون 36 يا مستر. كده عندنا هنا مستر 38 و5 يبقى 43. يبقى احنا عندنا هنا 43 وهنا 20. لما ننقصهم من بعض يا مستر يبقى الفرق في 23. يبقى يا مستر الراجل بيسألني على الديفرنس في الاتوميك نمبر، فرق الاتوميك نمبر. فانا هنا ده 20 وده 43 نقصتهم من بعض فعرفت ان هم ب 23. اللي بعده an element X its electronic configuration end with 7s2 6d1 5f14. What is the type of this element؟ بص على النهايه بالايه؟ 5f. طب مستر ما انا عندي 6 دي. لا ولد، انت عارف اصلا ان ال7s اللي بيتملي وراها 5f وبعد كده 6 دي، بس احنا قلنا بنحط ساعات الكترون في الدي وده بيسبب استابيليتي. يعني انا بروح ادي الكترون للدي وارجع عامله الاف، فمعنى كده يا مستر ان انا ببص على الاف ما ببصش على الدي. يعني الالكترون ده هو الكترون الاستابيليتي، فانا منتهي باف يبقى نوع الاليمنت انر ترانزيشن. يبقى الراجل ده انر ترانزيشن عشان هو انتهى بالاف. What is the number of the protons inside the nucleus of this element؟ عايز عدد البروتونز. يعني ايه عدد البروتونز؟ يعني الاتوميك نمبر. طب هو مين اللي بيجي قبل ال7 اس؟ اللي بيجي قبل ال7 اس يا مستر هو رادون 86. فجمع بقى حبيبي 86 1 ولا 2 يبقى 88 1 89 و4 يا مستر يبقى 93. يبقى يا مستر الاتوميك نمبر بتاع الراجل ده 93. معلش
معلش يا مستر، هو يعني ايه اتوميك نمبر؟ اتوميك نمبر يعني عدد البروتونز وعدد الالكترونز، فكده عدد البروتونز والالكترونز متساوي، يبقى الراجل ده يا مستر البروتونز بتاعته ب 93. اللي بعد كده determine the block خلاص والتايب which of the following electronic. يبقى انت عايز البلوك وعايز نوع الاليمنت. يلا بينا يا مستر. الراجل ده انتهى بايه؟ بدي، يبقى الراجل ده في الدي بلوك. حلو. استنى يا مستر، انا عايز النوع، طالما دي بلوك يبقى انت مين ترانزيشن. هنا الراجل ده انتهى باس. اس يا مستر، يبقى الراجل ده في الاس بلوك. مش بس كده، اس بلوك دي معناها ان انت representative elements. مع السلامه. illustrate the electronic configuration of each of the following with writing الاتوميك نمبر. حلو ماشي، عايز الالكترونيك كونفيجريشن واكتب الاتوميك نمبر. A representative element موجود في period 2. period 2 يعني ال N ب 2. 5 ايه يعني ايه يا مستر؟ A دي يعني يا S يا B، و5 ده عدد الفالنس، فطالما يا مستر 5 ايه يبقى انا اكيد مش S. ليه؟ عشان الاس يا 1 يا 2. حلو. يعني ايه 5؟ يعني عدد الفالنس بخمسه، اكيد هنتهي ببي، يبقى البي والاس اللي قبلها الاس تاخد حقها والبي تاخد الباقي. وانت بتقول لي ان انت في بيريود قصدي 2، فمعنى كده انا مستر ان انا 2 اس و2 بي. مين اللي بيجي قبل ال 2 اس يا مستر وال 2 بي؟ الهيليوم، يبقى هيليوم 2. تعرف تجيب يا مستر الاتوميك نمبر 2 و2 4 و3 يا مستر 7، يبقى الاتوميك نمبر هنا 7. اللي بعده انوبل جاز، انوبل اليمنت. نوبل اليمنت دي يعني بي 6 يا مستر وانت مغمض عينك، بي 6. حلو. لوكيتد ان بيريود 3، يبقى معنى كده ان الان ب 3، وكده كده رقم الاس هو رقم البي، يعني لو البي بتاع لو الاس هتبقى 3 يبقى البي 3، بمعنى كده ان انا 3 بي 6. بس لازم تكتب الاس، فالاس اللي قبلها هي 3 اس 2 يعني مش حوار. ومين اللي يجي قبلهم يا مستر؟ هو نيون 10. كده عندنا هنا 18 الاتوميك نمبر بتاعنا. يبقى انا عرفت منين ان هي بي 6؟ قال لي نوبل جاز. نوبل جاز يا مستر بي 6 على طول. طب ليه يا مستر ما تقولش ان هو يكون اس 2؟ ما تقولش ان هو يكون هيليوم. قال لي لو هو هيليوم ما ينفعش يكون في البيريود 3، يكون في البيريود رقم 1. فهو لو قال نوبل جاز في بيريود رقم 1 فده الاكسبشن بتاع البيريودك تيبل اللي هو الهيليوم. بس بيريود 2 و3 و4 و5 و6 كل اللي موجود فيهم بي 6. The opposite figure illustrates the atom of one element. تمام. Write the electronic configuration of this element according to the nearest noble gas. هنا الراجل مديني يعني السؤال مش تريكي، بيلعب معاه يعني عادي، مش جاي مديني الاتوميك نمبر على طول. يعني هو الاتوميك نمبر عباره عن عدد البروتونز وعدد الالكترونز، يعني عدد البوزيتيف. فانا هنا عندي واحده بوزيتيف، الثانيه الثالثه الرابعه الخامسه، 5 بوزيتيف. يعني عايز تكتب الكترونيك كونفيجريشن حاجه ب5، ف5 يا مستر اقل منها الهيليوم ابو 2، يجي بعد 2 اس 2 ادي كده 4، ويبقى 2 بي كام؟ 2 بي 1. determine the location of this element. عايز اللوكيشن. البيريود يا مستر اكبر رقم ب 2. عايز الجروب يا مستر، جمع 2 1. انت متاكد؟ ايوه، ما اخر بي والاس اللي قبلها يبقى 2 1، يبقى 3. و3 ايه ولا 3 بي؟ لا طبعا 3 ايه عشان انا منتهي بي. مع السلامه. The opposite figure represent a section in the periodic table. Deduce the atomic number of element A. عايز الاتوميك نمبر بتاع الاليمنت A with explanation، بالوصف. ماشي. تعال نحل انا وانت هنا الراجل ده ونعرف هو موجود في جروب كام. واكيد الراجل ده موجود في الجروب اللي بعده بس البيريود اللي تحته. يعني انا هجيب من هنا البيريود وهجيب الجروب، فهعرف استنتج اللي جاي. انت هنا ما تعرفش اي حاجه، او تحل من تحت تجيب البيريود والجروب وتنقص واحد عشان هتطلع لفوق. بس انا هحل الرقم الصغير اللي هو 23. فلا يكتب الكترونيك كونفيجريشن بالنوبل جاز، يبقى ارجون 18. مين اللي بعده؟ 4 اس 2 حبيب قلبي، كده 20. 3 دي كام؟ 3 دي 3. حلو. عايز اجيب البيريود. اكبر حد هنا او دايما ببص على الاس، فالان ب 4. يبقى انا عرفت ان الراجل ده في البيريود رقم 4، يبقى اللي جاي في بيريود رقم 5 وده في بيريود رقم 6. تعال نجيب الجروب. مستر الراجل ده عشان اجيب الجروب الاس والدي مع بعض 5، يبقى الراجل ده في جروب 5 بي. يبقى انا عرفت ان ال 23 ده يا مستر في جروب 5 بي، يبقى ده في الجروب اللي قبله، يبقى الراجل ده في جروب 4 بي، ما هو لازق فيه. يبقى معنى كده يا مستر انا هبعد ان في 4 بس شويه عشان اكتب هنا ان ده هيكون في 4 بي. تعرف تجيب الكترونيك كونفيجريشن؟ اعرف يا مستر. ازاي؟ قال لي انت بي، يبقى الالكترونيك كونفيجريشن هينتهي بالدي. يعني ايه 4 يا مستر؟ ده عدد الفالنس، ففي حاله الدي بتكون الدي والاس اللي قبلها، الاس تاخد حقها والدي يا مستر تاخد الباقي، فالدي تاخد 2. حلو. بس انا عايز اعرف انا انهي اس وانهي دي. قال لي ما انا بقول لك الان بكام؟ ب5. يعني معنى كده الاس ب5 بس الدي اقل بواحده فتبقى 4.
تعرف مين اللي قبل ال 5 اس حبيبي؟ اعرف يا مستر، كريبتون 36. كده انا هعرف اجيب الاتوميك نمبر طبعا حبيبي. هنا 36 و2 38 يا مستر، 38 و2 يبقى 40. يبقى عرفت ان اتوميك نمبر الراجل ده هيعتبر 40. السؤال اللي بعده بيقول لي predict the general formula of the oxide of representative element found in group 2A. عايزني اكتب ان اي element في جروب 2A دي لما احطه مع اكسجين يا ترى هيتكتب ازاي؟ قال لي يا مستر ال 2A دول بيخسروا كام او بيكسبوا كام؟ لا مستر 2A بيخسروا، فانا هقول ان هو اكس. فبيخسر كام مستر؟ 1A بيخسر 1، 2A بيخسر 2، 3A بيخسر 3، فانا في 2A فهخسر 2. لما احط الراجل ده مع الاكسجين اللي هو O2 نيجاتيف هيطيروا مع بعض، فبالتالي الفورمولا بتاعتنا تكون اكس او. احنا ما بنلعبش اكس او بس هي ظبطت يعني. يبقى الفورمولا هتكون ايه يا حبيب قلبي؟ اكس او. السؤال اللي بعده وده اخر سؤال عندنا في الهوم ورك، بيقول لي in light of your knowledge، اوعى في ضوء معرفتك ولع الكلام ها، of the quantum number، بالكوانتم نمبر، why should the 6 period contains 32 electrons؟ ليه البيريود رقم 6 يكون فيها 32 element؟ قال لي يا مستر هي البيريود رقم 6 مين السب ليفلز اللي موجوده فيها؟ تالي حضرتك عارف ان السب ليفلز اللي موجوده فيها هي 6 اس. لو انت مش عارف دايما نبدا بالاس، تمام؟ وبعد كده الاف اللي اقل منها 4 اف، وبعد كده حبيب قلبي 5 دي، وبعد كده يا دكتور 6 بي. ليه البيريود رقم 6 بقى فيها 32؟ عشان الاس يا مستر بيتملي 2 والاف 14 والدي ب 10 والبي بكام؟ ب 6، فمجموعهم على بعض يطلعوا معاك بكام؟ ب 32. فاحنا عندنا اختيارات ان انا اكون 6 اس 1 او 6 اس 2 فدول 2، 4 اف من 1 ل 14 فدول 14، 5 دي من 1 ل 10 فدول 10، 6 بي من 1 لحد بي 6. فبالتالي عدد الاليمنتس اللي يكون موجود عندنا يا مستر يكونوا 32 elements. كده حبيب قلبي اكون انا وانت خلصنا هوم ورك ليسون 1 شابتر 2. فيديو السمري هو كان مفيد جدا عشان نفهم حل الهوم ورك ده، 3/4 الافكار موجوده في فيديو السمري ما تقلقش. وبكده حبيبي اكون مطمن عليك في ليسون 1 شابتر 2. مهم قوي البيريودك تيبل عشان هيفيدني السنه الجايه كمان، وباقي على فكره الترم الثاني بباقي الترم الاول انا محتاج فيه يا ابني البيريودك تيبل ده هو الكيمياء، هو كل الكيمستري على بعض بيريودك تيبل. اشوف وشكم على خير حبايب قلبي ونتقابل في ليسون 2 شابتر 2.